ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى جينا معاكم نعمل لكم وصفات حلوه هتفيدكم في مطبخكم وهتفيدكم في البيت جدا، وحاجات هتفيدنا في وجباتنا، وحاجات من ابسط شيء هنعملها. هريسه الشطه طبعا، مش انا عملتها معاكم في القناه قبل كده، بس هعملها المره دي بطريقه جديده وبشكل تاني خالص، هينفع في حاجات معينه برضو، وهيفيدنا في بعض وجبات كتير إحنا بنعملها، وبنبقى برضه محتارين هنعملها إزاي، ولسه هنقشّر توم أو هنعمل فلفل، بتبقى الحاجة جاهزة عندنا في التلاجة، بنطلّعها في أي وقت، نحط معلقة أو معلقتين فيها وبتدّيها طعم جامد، وبتدّيها ريحة حلوة جدًا. الحاجات دي لازمة جدًا عشان تخلّي الأكلات معايا جميلة. فأنا هاقول لِك دلوقتي هنعمل إيه، هنسمّي الله كده ونصلّي على سيدنا محمد ونقول عملنا إيه. أنا عندي الفلفل ده باجيبه كده حوالي نُص كيلو، كيلو حسب ما أنتِ حابة. من السوق بيبقى حوالي الكيلو ب20 جنيه، ما هوش غالي ولا حاجة، يعني سعره كويس معقول. بابدأ أجيبه كده، أجيب نُص كيلو لو أنا حابة إن أنا أعمله يعني على قد الكمية اللي أنا هاستخدمها فترة، وبيقعد معايا فترة كبيرة على فكرة. بابدأ كده معاه حوالي فلفلتين من الرومي، ده متوفر في السوق برضه الأحمر، الرومي الأحمر، باجيبه برضه مش اللي هو الألوان، الرومي الأحمر العادي اللي إحنا بنجيبه للبامية وللملوخية والحاجات دي. بابدأ طبعًا أقطّع معاه فلفلتين كده من دول، وأبدأ أفتح الفلفلاية بالشكل اللي أنتم شايفينه، وأشيل منها البذور اللي بالشكل ده كده، وأنضّف البذور خالص. طبعًا أنا في الفيديو التاني قُلت لكم البذور فيها فايدة للقلب والشرايين، وكنت باعملها بيها، المرّة دي باعملها عشان هاحط توم وهاحط حاجات تانية وهاستخدمها في الملوخية والبامية والحاجات دي. ما حبيتش إن أنا يعني أكتّر في الفيديو، يعني إن يبقى كمية كبيرة أو حاجات كتيرة فيه، إن يبقى برضه باين إن محطوط فيه توم، ويبقى باين إن عندي ده لكده وده لكده. بدأت كده نضّفت الفلفل بتاعي لحد ما بقى تمام التمام. وطبعًا أنا بابقى غاسلاه ومنشفاه، مصفياه ومنشفاه جدًا، وبابدأ أقطّعه بالشكل عشان ما يعملش معايا مَيّة في الضرب. وأبدأ في الكبة كده بانزل بيه، باقطّعه كويس جدًا، وبانزل بيه في الكبة، بادّي له ضربات معيّنة كده لحد ما هاقول لِك هاضيف إيه عليه. التركاية بتاعتنا النهارده اللي هتخلّيه حلو معانا ويطلع معانا بكل سهولة من الفريزر، إحنا بنجمّده في الفريزر نطلّع بالمعلقة، هيطلع معانا جدًا بكل سهولة. لو عجبِك الفيديو مش هاقول لِك ما تنسينيش بالاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس، أنتِ من نَفْسِك هتحبّي إن أنتِ تشاهدي الفيديو للآخر، وهتحبّي تعملي لي كومنت حلو منِّك وإعجاب واشتراك. وفعّلي زر الجرس عشان تشوفي كل الحاجات الحلوة والوصفات البسيطة اللي أنا باعملها، اللي هتفيدِك، بسيطة قد إيه، وهتفيدِك يعني إفادة كبيرة جدًا في مطبخِك، وهتبقى حاجات موجودة عندِك في الفريزر وفي التلاجة تستخدميها في احتياجات كتير جدًا، لإنها دي ليها احتياجات كتير جدًا. مش هاقول لِك أنتِ هتعرفي وهتجربي بنفسِك. بدأت كده نزلت بالتوم بتاعي اللي أنا مقشّراه حوالي راسين توم، نزلت بيهم كده مع مع الفلفل بتاعي، حوالي نُص كيلو، أقل من نُص كيلو، وبدأت نزّلت معاه التوم، وهاضرب ضربتين كده بالكبة، والإضافة بتاعتي هاضيفها دلوقتي. طبعًا الإضافة بتاعتي حاجات من البيت برضه، ما عملتش حاجة من برّه خالص، معلقة من الملح أو معلقتين حسب ما أنتِ حابة. طبعًا الملح بيخلّيه معايا يعني ما يبقاش متجمد أوي، ومعايا حوالي مثلًا ممكن فص ليمونة، حبّة عصرة ليمونة، وحوالي ربع كوباية من الزيت، وبارجع أحط على الوش برضه زيت، بحيث إن أنا برضه يبقى مسهّل معايا، وبيبقى في نفس الوقت يعني محفوظ معايا كويس جدًا. طبعًا ليمون لحفظه والزيت. بدأت نزلت بعصر ليمون كده عليه بالشكل ده. الليمون طبعًا برضه بيدّي له طعم حلو، وبيدّي للأكل برضه طعم حلو. لو أنتِ عندِك بامية، عندِك يعني أي وجبة، عندِك بتنجان مثلًا، بتنجان رخيص دلوقتي في السوق ومتوفر في أي وقت تجيبيه وبيبقى جميل جنب أي وجبة معاكِ، وأكلة كويسة والله جميلة جدًا جنب بامية، جنب ملوخية، جنب أي حاجة. بدأت كده أنا خلّصت ضربته وحطيت عليه التوم والملح والخل بتاعي الليمون. عايزة تحطي خل برضه، عايزة تضيفي معلقة والّا حاجة ماشي ما فيش مشكلة. بدأت نزلت كده هريسة الشطة بتاعتي، وبدأت كده خلاص في برطمان كده إزاز حلو، يكون عندي طبعًا البرطمانات دي بتبقى حلوة في البيت، بتنفع للحاجات اللي زي دي، توم، هريسة، أي حاجة عندِك. هابدأ كده أقفل البرطمان بتاعي وأحط عليه زيت من على الوش كده، بحيث يحفظه برضه ويبقى حلو وسهل معايا برضه، وأبدأ أقفل عليه كويس جدًا، وأعينه في الفريزر. وطبعًا هافضّي برضه لو هو هيعمل معايا برطمانين صغيّرين، هاعمل حوالي برطمانين أو برطمان ونُص على حسب ما هيكمّل معايا، وأبدأ أنزل بنقطتين زيت كده على الوش، ده برضه إن هو يسهّل معايا وفي نفس الوقت هيحفظه فترة كبيرة.
بدأت كده غطيت البرطمان بتاعي، دي برطمانات صلصة اللي هي بتاعة وادي فود أنا كنت جايباها وباسيبها للحاجات اللي زي دي. بدأت كده أحتفظ بقى بيه في الفريزر، وعندِك دلوقتي بقى تمام، عندِك في شوية برضه هاكمّل بيهم برطمان، أشوفكم على خير حبايبي في فيديوهات جاية إن شاء الله.